عمال ديال النظافه خدامين مع الصباح كيف العاده، غادي يوصلوا لواحد الطارو ديال الزبل باش يخوف الكاميو، ولكن غادي تبان ليهم واحد الميكه كحله اللي كانت كبيره ومسدوده. هاد الميكه وراها سر كبير، القضيه صعيبه بزاف، انا بعدا ضراتني في خاطري وحتى نتوما غادي تضركم في خاطركم. فبلا ما نحرقوا الاحداث ديال هاد القصه ويلا نكتشفوها جميع، بدينا وعلى بركه الله. مدينة فاس 1998، هنا فين غتبدا الاحداث ديال القضيه ديالنا ديال اليوم. في واحد النهار اللي بحال جميع الايام، بداو صحاب النظافه الخدمه ديالهم في الشارع، غادي يوصلوا لشي طوارو ديال الزبل اعزكم الله. ملي غيحلوا دوك الطوارو باش يخوهم، غادي يتفاجئوا بواحد كيس بلاستيكي اللي كان كبير، ومن الشوفه الاولى عرفوا بانه جثه. هادشي اللي غيخليهم واقفين في بلاصتهم ويتصلوا بالبوليس. البوليس غيحضروا في عين المكان وغيبداو الخدمه ديالهم. ملي غادي يحلوا ديك الميكا الكحله، غادي يتفاجئوا بجثه ديال بنت اللي كان العمر ديالها بين 18 و 20 سنه، واللي كان خارج ليها الدم من نيفها ومن ودنها ومن الفم ديالها. ومن الشوفه الاولى غيتبين بان هاد البنت ما ساكناش في المدينه وجايه من الباديه، من خلال اللبس اللي كانت لابسه والملامح ديالها. من بعد المعاينه الاولى غادي يتم نقل هاد الجثه للتشريح باش يعرفوا اسباب والملابسات ديال هاد الوفاه. من بعد ما تم نقل الجثه، البوليس غادي يدير واحد البحث في جميع المراكز ديال الشرطه وجميع الولايات باش يعرف واش كاينه شي حاله اختفاء ديال شي بنت اللي في هاد العمر. ولكن من بعد البحث ما غادي يلقاو حتى شي حاله اللي مديكلاريا بحاله الاختفاء. غادي يخرج تقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي يقول باللي هاد البنت ماتت بضربه على مستوى الراس، وكيقول بان هاد البنت مضروبه بشي زروطه اولا بشي عصا للراس، كان عندها نزيف داخلي، هادشي اللي غيسبب الوفاه ديال هاد الضحيه. في التقرير الطبي غادي تجي واحد الحاجه اخرى اللي مهمه بزاف وبغيتكم كاملين تعقلوا عليها، باللي هاد البنت حامله وفي شهرها الثاني. حتى لهنا الامور مزيانه والابحاث مازال خدامه. من بعد 3 ايام غتجي واحد السيده هي والابنه ديالها المركز ديال الشرطه في مدينه فاس. هاد السيده جات كتبلغ على حاله اختفاء ديال العامله ديالها، هي الخدامه اللي عندها في الدار. البوليس غيسولوها على شحال ديال الوقت باش اختفت هاد الخادمه، غتجاوبهم وتقول لهم بلي 3 ايام هادي ما بانتش. البوليس غيسولوها علاش تسنيتي 3 ايام عاد جيتي بلغتي، وعلاش ما بلغتيش من النهار الاول. قالت لهم بلي هاد البنت مره ما كتباتش في الدار، والغد لي كتجي في الصباح وكتبدا الخدمه عادي. هادشي اللي خلاني انني ما نديكلاريش من النهار الاول، ولكن هاد المره طولت الغيبه وغبرات 3 ايام. داكشي علاش جيت نبلغ، حيت هاد البنت انا اللي مسؤول عليها. سولها واش عندها شي لاكارت ناسيونال ولا شي هويه ديالها اللي فيها الاسم ديالها والعنوان ديالها. قالت لهم لا، ما عندهاش لاكارت ديالها وما عندهاش حتى شي ورقه. هادشي اللي غادي يخلي البوليس يهزو معاهم ديك السيده ويديوها لمستودع الاموات باش تعرف على الضحيه اللي كانوا لقاو ميته. وفعلا ملي غيمشيو لمستودع الاموات وغادي يوريوها الجثه ديال هذيك البنت، غتعرف عليها وغتقول لهم باللي فعلا هذه هي الخادمه اللي كنقلب عليها. البوليس غادي يديروا المحضر ديالهم وغادي يتصنتوا ليهم بجوج، هي والابنه ديالها. كتقول في الاقوال ديالها باللي هاد البنت كيعاملوها معامله مزيانه وكيديروها بحال بنتهم، مارلين فيها وما خاصها حتى شي حاجه، وعندها البيت ديالها في الدار بحالها بحال ولادها. وملي كتبغي تشوف الاهل ديالها ووالديها كنخليوها تمشي 3 ايام 4 ايام، وكانت الامور عاديه وبخير. الضابط غادي يسولها كيفاش النهار الاول احتجبتوا هاد البنت تخدم عندكم. قالت لهم بلي هاد البنت كانت خدامه في الاول مع صاحبتي هاجرت للطاليان، وقلت علاش ما نجيبهاش تخدم عندي في الدار وتبقى معايا منساني ومنها تعاونني في الدار. غادي يسولوها واش كتعرفي والديها. قالت لهم انا ما كنعرفش والديها، ولكن مره كتجي عندها للدار ملي كتبغي تشوفها وملي كتبغي دير الخلصه ديالها. البوليس غيقول لها ملي تجي هاد المره غادي تعيط لينا ضروري، وغادي يمشيو معاها ديريكت للدار باش يقلبوا البيت والدار اللي كانت عايشه فيها معاهم. وفعلا غيمشيو معاها للدار، غيقلبوا الدار مزيان وغيقلبوا البيت ديالها، ولكن ما غيلقاو حتى شي حاجه اللي غتعاونهم بحال هاد القضيه. وملي سالاو وهما خارجين، واحد من البوليس غيلاحظ واحد القضيه اللي مهمه بزاف. غيلاحظ باللي كاينين واحد الاكياس بلاستيكيه اللي من الحجم الكبير، ولعقاتو كيف ما قلنا في الاول فرع عمال النظافه لقاو الجثه ديال ديك الضحيه في كيس بلاستيكي من الحجم الكبير، يعني بحال هادو اللي لقاو عندهم في الدار.
حتى من الماركه ديال دوك الاكياس واسم الشركه اللي مصنعاهم نفس اللي لقاو فيهم الجثه ديال الضحيه. هنا غيدخلهم الشك بزاف وغيقولوا ما يمكنش هادشي كامل يكون صدفه. هادشي اللي غادي يخليهم يسولوها على هاد الاكياس ديال من ومنين خديتيهم. قالت لهم باللي راجلي كيجيبهم من الخدمه. غيسولها واش عندكم مازال شي اكياس بلاستيكيه بحال هادو في الدار، وفعلا غتمشي تجيب ليهم كاع داك الاكياس اللي باقيين عندها في الدار. غادي يديهم معاهم وغادي يستدعيو الزوج ديالها باش يسولوه. الزوج حتى هو غيقول نفس الاقوال اللي قالت الزوجه ديالو، اي انه خدام في واحد الشركه وفعلا كيجيب منها هاد الاكياس البلاستيكيه. هادشي اللي غادي يخلي العائله كامله اللي كتكون من الزوج والزوجه والابنه بمحل شك ديال البوليس في هاد القضيه. غادي يبقاو يحكروا على الزوجه على هاد الاكياس، ولكن غادي تقول لهم باللي هاد الاكياس ما عندناش غير حنا بوحدنا. قالت لهم باللي هاد الاكياس كيجيهم راجلي بزاف وكنفرق منهم على الجيران، يعني الجيران كاملين عندهم بحال هاد الاكياس. وغدوز 4 ايام من وراء هادشي كامل غادي تجي الام ديال الضحيه باش تشوف بنتها، وفعلا الزوجه غادي تتصل بالشرطه وتعلمهم باللي ام الضحيه رجعت عندهم للدار. هادشي اللي غيخليهم ينتقلوا للدار ديال ديك السيده. غادي يتلاقاو بالام ديال الضحيه، غادي يصبروها ويقولوا لها باللي الابنه ديالك راه لقيناها مقتوله. بطبيعه الحال الام غادي تصدم وغتبقى تبكي بواحد الطريقه اللي كانت هستيريه، وهادشي طبيعي حيت هاد الخبر اللي سمعت راه قاصحه بطبيعه الحال. من بعد ما غادي تكالما السيده غادي يسولوها البوليس واش الابنه ديالك كانت كتجي عندكم للدار. غتجاوبهم وتقول لهم لا، عمرها ما جات عندي، انا اللي ديما كنجي عندها. غادي يعاودوا يسولوها واش الابنه ديالك عندها شي علاقه مع شي واحد ولا فايت عاودت لكم على شي علاقه اللي عندها مع شي واحد. هنا غادي يبان تناقض بين الهضره اللي كتقول السيده وبين الام ديال الضحيه. السيده اللي كانت كتقول باللي كانوا كيخليوها مره كتمشي واحد 3 ايام ولا 4 ايام عند العائله ديالها كتشوفهم، وهنا الام كتقول باللي ما عمرها ما جات عندنا وباللي هي اللي كتجي تشوف بنتها عند السيده في الدار. هنا غادي البوليس غادي يحطوا واحد الفرضيه اللي غتكون طبيعيه. غيقولوا باللي تقدر هاد البنت كانت كتقول لهم باللي غادا لعند دارهم وهي في شي علاقه مع شي واحد اللي كانت كتمشي عنده دوز معاه 3 ايام ولا 4 ايام. والسبب اللي غيخليهم يحطوا هاد الفرضيه هو كيف ما قلنا في الاول، السيده او البنت او الضحيه راه لقاوها حامله وفي شهرها الثاني. ومع هادشي كامل فالبوليس ما قدروش يوصلوا لشي حاجه اللي تقدر تعطيهم شي دليل او تعطيهم راس الخيط ديال هاد القضيه. وهادشي اللي غيخليهم يوسعوا دائره البحث وغادي يمشيو يسولوا الجيران حتى غيوصلوا لعند العساس ديال الحومه اللي غيقول لهم باللي هاد البنت شحال من واحد هنا من ولاد الحومه كان كيدور عليها وباغي يدوي معاها وباغي يضحك عليها، ولكن بان ليا بلي واحد هو اللي كانت كتضحك معاه وكانت كتهضر معاه بزاف، واللي هو مول الحانوت اللي كاين في الحومه. البوليس غيسولوا العساس شكون هو هاد مول الحانوت، غيقول لهم باللي هو عيسى. البوليس مباشره غيمشيو عند مول الحانوت واللي هو عيسى وغيبغيو ياخذوا الاقوال ديالو. هاد عيسى مزوج وعنده 3 الوليدات والعمر ديالو 34 سنه. اول حاجه البوليس ملي غيوصلوا عنده غيسولوه شنو بينك وبين هاد السيده اللي خدامه عند هاد الناس. عيسى غادي يجاوبهم ويقول لهم ما بيني وبينها والو، انا راه مزوج وعندي 3 الاولاد. ومن خلال الهضره ديالو البوليس غيتبين لهم بان هاد السيد خايف او لو راه شي حاجه. هادشي اللي غادي يخليهم يديو معاهم باش يعمقوا معاه البحث. ولكن عيسى غيبقى مصر وغيبقى ناكر وغيبقى يقول نفس الهضره اللي كيقول ومتشبت بالاقوال ديالو، وكيقول باللي انا ما بيني وبينها والو، العلاقه اللي بيني وبينها هي علاقات مول الحانوت والكليه ديالو، يعني امور عاديه، شي حاجه اخرى ما كايناش. هادشي اللي غيخلي البوليس انهم يجيبوا العساس ويواجهوا معاه. ولكن عيسى غيبقى مصر وغيبقى ناكر باللي ما بينه وبينها والو. العساس غادي ياكد عليه وغيقول البوليس باللي هاد السيد كل شيء في الحومه عارفو باللي عنده علاقه مع الضحيه. البوليس غادي يمشيو عند كاع الجيران والناس ديال الحومه غادي يسولوهم ولقاو بان بزاف منهم كياكدوا نفس الهضره وباللي عيسى على علاقه مع الضحيه. هادشي اللي غادي يخليهم يجيبوا كاع الناس اللي شهدوا وغادي يواجهوهم معاه مباشره. ملي غيتزير وما غيلقى فين يهرب، كلشي كيشهد قدامه باللي فعلا هو على علاقه مع هاد السيده. هنا ملي ما لقى ما يقول وتزير غادي يعترف ويقول لهم باللي فعلا
أنا كنت على علاقة مع هاد الضحية وأنها حاملة مني. ولكن السؤال اللي بقى هو كيفاش هاد السيدة حتى ماتت. قال لهم بلي أنا غير كاري هاد المحل وخدام فيه، والزوجة ديالي وولادي عايشين مع والديا في الدار، وبلي هاد البنت كانت كتجي عندي وبقات هضرة تجيب هضرة حتى وليت في علاقة معاها، ومن بعد غادي تجي عندي وتقول لي بلي حاملة مني. هادشي اللي خلاها كل مرة كتجي عندي وكتهددني وكتقول لي بلي الكرش غادا وكتكبر وغادي تبان الحقيقة، وكانت كتقول لي هي غادي تزوج بيا، هي غادي نشوهك في الحومة. وكيف ما عارفين فرق انا مزوج وعندي وليدات، ولا مشيت حتى تفضحت فراه غادي تدمر حياتي وغادي تمشيو ليا ولادي والزوجة ديالي. هادشي اللي غيخليني نفكر كيفاش نتهنى منها. وقال لهم في واحد النهار غادي تجي عندي الحانوت وغادي ندخلها. قال لهم باللي غفلتها وضربتها بزروطه الراس، وأداة الجريمة اللي هي الزروطة لقاوها البوليس في الحانوت. وكانت هذه هي الأقوال ديال عيسى. من بعد الاعتراف ديالو غيتقدم للمحاكم وغيتحكم ب15 عام ديال الحبس. ودابا السؤال، هاد 15 عام ديالاش؟ ديال الاغتصاب، ديال القتل العام، اولا ديالاش؟ المهم هاد السؤال انا براسي ما لقيت ليه الجواب، وإلا عندكم نتوما الجواب خليو لينا في التعاليق. قصة او القضية ديال اليوم سالات، وكيف ما كنقول لكم ديما خذوا العبرة من القصة، والواحد يرد البال اللي عنده شي بنية ولا شي وليد ملي يصيفطهم الحانوت.